العيا او يعني الطاقه ما تكونش عندك، تقدر تكون من بزاف د الحوايج، ولكن اهم حاجه هي النعاس. كلنا تقريبا ما تنعسوش بشكل كافي، واخا صحابنا تنعسوا بشكل كافي ما تنعسوش بشكل كافي. الا سولتي شي واحد شحال نعستي، نسولك دابا انت شحال نعستي، غتقول لي نعست 8 السوايع، في الحقيقه نعستي ربما 6 السوايع او 5. انت تتهضر لانك فوقاش مشيتي للناموسيه وفوقاش نطي من الناموسيه. فوقاش مشيتي وفوقاش نطي ما عندهم حتى علاقه بالوقت شحال نعستي، والنعاس ديالك ما عنده حتى شي علاقه عاوتاني بشحال النعاس ديالك كان ثقيل وشحال النعاس كان خفيف وشحال النعاس كان الريم سليب REM، داك الرابيد اي موفمنت من العينين ديالك تيبداو يتشقلبوا، تيبداو يلعبوا. تتشوف بعض المرات تيكون شي واحد ناعس تيبدا تشوف عينيه تيبداو يفرفروا، فايتين شايفينها ياك؟ هذاك العينين اللي تيفرفروا يعني انه في مرحله ديال الريم سليب، النعاس REM. هذا النعاس هذا هو مهم بزاف 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 للصحه ديالك باش تكون. بعض المرات تتنعس 10 السوايع وتتنوض في الصباح مدقدق. علاش تتنوض مدقدق؟ لان ما نعستيش نعاس ثقيل كافي، نعاس كان خفيف. واخا كنتي في الناموسيه 10 السوايع 12 ساعه نعاس كان خفيف. تنهضر على داك الشيء اللي تيقول اللي سامعوا من عند المتخصصين والاطباء، ماشي ضروري نكون طبيب باش نقول لك هذه الهضره هذه. يعني هذه معلومات اللي ممكن تمشي تراجعها صديقي بكل سهوله، ماشي شي ما تنهضروش دابا على شي راكيت ساينس ولا تنعطيك الحسابات ديال جيمس ويب ولا هذه، يعني داك الشيء بسيط. فالنعاس من الاحسن يكون عندك واحد الساعه ولا شي حاجه اللي تحسب لك النعاس ديالك. تنوض في الصباح تشوف تقول اوكي ها شحال نعست، ها النعاس خفيف شحال كان، ها نعاس ثقيل شحال كان. يعني يكون عندك واحد الآلة، واحد المكانة ذكية اللي تتحسب لك نعاسك. هذه مزيانة. يعني أنا مثلا كل صباح تنوض ضروري تنشوف النعاس ديالي كيفاش كان، واش كان مزيان واش ناقص، شنو لا. وغالبا ملي كان نعاسي ناقص تنكون شوية عيان، ما عنديش الطاقة بزاف. تيكون نعاسي مزيان تنكون عندي الطاقة مزيانة. فالنعاس ضروري. حاجة أخرى هي الماكلة. يعني انت شنو تتاكل؟ الا كنتي تضرب بزاف ديال الماكله اللي تتهلك لك يعني تتختم لك الجهاز الهضمي بزاف، كثره النشويات وهذه اللي تتخلي الجهاز الهضمي ديالك تيخدم بزاف وتتمص كاع داك الانرجي اللي عندك، يعني دماغك تيولي تيتقال وداكشي. داكشي ملي تتاكل مثلا واحد 2 خبزات ولا تتاكل شي بيتزا كبيره ولا شي حاجه، من بعدها باش تتحس براسك ثقيل وتيجيك النعاس، ما عندكش الانرجي. ولكن الا ضربتي واحد شلاضه ولا ضربتي شي حاجه هكا خفيفه، ماشي شي نشويات ماشي شي معجنات، تتحس براسك خفيف، يعني قادر انك تحرك تمشى دير الرياضه، هذه ما عندكش مشكل. فحتى الماكله تتلعب دور. وتقدر تكون عاوتاني شي مشاكل اخرى صحيه اللي انت ما عارفاش، لذلك خاصك ضروري تمشي دير تحليل ديال الدم. سيروا تسلفوا الفلوس، انا شحال من مره تنقولها وما بغيتوش تسمعوني. سلفوا الفلوس وسيروا عند الطبيب وديروا التحليله ديال الدم. لان تحليل الدم هي كل شيء. راك انت قنبوله تتحرك فوق الارض وانت ما في راسك والو، تيسحب راسك صحيح، راك كل شيء مزيان. تقدر تكون الكبده ديالك دابا تاكل الدق، تقدر تكون الكلوه ديالك تغتصب، مصارنك تيتقبو وانت ما في راسك والو. يقدر يكون عندك شي نقص رهيب في فيتامين دي ولا شي حاجه مهمه وما في راسك والو. غادي بحال هكا تقول انا مزيان انا صحيح انا بخير، هذه حتى واحد النهار طق غطيح. غنمشي يقلبوه يقول لك هذا راه 10 سنين والكبده ديالو تاكل الدق وانت ما في راسك والو. فلهذا سلفوا الفلوس، وفروا الفلوس وسيروا لاقرب كلينيك بريفي، ما تمشيوش عند ديال المخزن يحيدوا لكم شي كلوه تما ولا هذه. سير عند كلينيك بريفي قول له ودي انا بغيت فحص ديال الدم على كاع داكشي اللي عندي في الجسم ديالي، كل شي النقص اللي عندي، اخطار سرطان، تحليل ديال دير تحليل ديال البوله، دير تحليل ديال الخريه، دير تحليل ديال الماني، دير تحليل ديال المؤخره، اي تحليل هما تما كاين متوفر دير. فين ما قالوا لك ديروا، قالوا لك كوز راه يدك عطيهم يديك، راه الخصيه ديالك عطيهم الخصيه ديالك اللي قالوا لك. لصقوا فيك تما الخيوطه هذه، جبدوا الدم جبدوا الحزاق، المهم تعرف راسك انت فين غادي. هنا الطبيب غيجي عندك يقول لك اش يا سي محمد، راه شفنا درنا التحليل خاصك فيتامين دي، هاك سير جيب فيتامين دي.
انت لقينا في البول ديالك كاين التهابات وداك الشيء، عندك مشكل، عندك هادي، ولا يقدر يقول لك باقا لك 3 شهور وتموت. على الاقل تقدر تتوب ديك الساعه وداك الشيء.